يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. النهارده كانت اول مباريات نادي الزمالك في بطولة الوحدة الودية، كان امام نادي الوحدة، وللاسف نادي الزمالك خسر بنتيجة 3-1، والجول بتاعنا اللي جابه محمد اشرف رؤى من علامة الجزاء، وبصراحة شاطها بشكل كويس جدا، نفذها يعني بشكل حلو قوي، لكن للاسف كان الجول الوحيد وخسرنا 3-1. طيب احنا صحيح بنلعب بطولة ودية، وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده ان الزمالك يعني هو رايح ياخد فلوس، فمحدش يزعل محدش يتضايق، لكن لازم نبص للمباراة، لازم ناخد منها افادة. ناخد منها ايه؟ نشوف ايه اللي حصل والاخطاء ونتعلم منها عشان نشوف اللي جاي. والحقيقة ان المباراة فيها نقط كتير، يعني نقط كتير نتكلم فيها. طيب ايه هي النقط دي يا عم احمد؟ اقول لك يا باشا. اول حاجه الزمالك بدا الشوط الاول مسك كوره، لكن كوره سلبيه. الزمالك حقيقه الامر ما عندوش اي انياب هجوميه نهائي، مفيش اي خطوره، ما بيسببش اي خطوره على الخصم. انا شايف ان اللعب ايه، من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين وباصي للدفاع والدفاع لنص الملعب وخلاص. انما كوره او هجمه مرتبه مفيش، يعني انا مش فاكر ولا واحده. الشوط الثاني نزلنا استقبلنا الهدف، بدأنا نسبيا نلعب، بعد كده خدنا الثاني في الثالث، فتقريبا المباراة يعني شبه انتهت. بقى الزمالك ضاغط، لكن برضو ما افتكرش برضو كورة يعني تكون سببت خطورة. طيب ده ياخدنا لايه؟ ياخدنا لنقطة مهمة جدا. المدرب الأجنبي اللي عنده فكر، اللي ينفع يطلعنا من القصة اللي احنا بنحكيها دي، مش أي مدرب، لا مدرب يقدر يطلعنا من الحفرة اللي احنا فيها دي. احنا ما بنعرفش نعمل خطورة على الخصم، بنمسك كرة وخلاص. فاحنا محتاجين مدرب اجنبي، ومعاه مين؟ معاه شوية صفقات يبدأوا يدعموا نادي الزمالك. مش عايزين 20-30 واحد على فكرة، لا احنا محتاجين تدعيمات بس تكون بقيمة نادي الزمالك، تيجي تعمل حاجة، ما تجيش تترص جنب اخواتهم. طيب النقطة التانية، ده الزمالك من غير زيزو باين مفيش هجوم. الهجوم يعني على القد قوي بجد. زيزو فارق يا ناس يلي كنتوا بتقولوا نبيع زيزو، يا ناس يلي كنتوا بتقول نبيع زيزو ونجيب لعيبة تانية. ادي الزمالك من غير زيزو. زيزو انا بشوف ان هو بيمثل تقريبا 50 أو 60% من قوة الزمالك الهجومية، ولو ما كانش اكتر. يعني انا بشوف ان زيزو لعيب مهم جدا 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 جدا، ما ينفعش يخرج. فادي الزمالك من غير زيزو عشان نبقى متفقين. الحاجة برضو الايجابية التانية اللي حصلت النهاردة، عودة محمود الونش، اللي بجد كان وحشنا قوي، واللي بجد تقدر تعول عليه ويقدر يشيل الدفاع. صحيح هتقول لي ان هو غلط في جول، لكن ده بيحصل عادي، يعني مش معنى انه غلط في جول ان هو وحش، لا انا شايف ان هو اجماليا كان من احسن لاعبي اللقاء، والراجل لعب بروح وقوه، لكن عادي يعني ده بيبقى توفيق وسوء توفيق، فده بيحصل. فما تلومش عليه تشيله كل حاجه عشان هو غلط في جول، ده وارد جدا في كره القدم، لكن الونش اجماليا مازال ونش. النقطه برضو الايجابيه اللي شفتها في المباراه ان في شباب كتير لعبت. طب دي ايجابيه في ايه؟ اقول لك احنا لازم الشباب اللي عندنا دول نفرزهم بقى، نشوفهم وما نقعدش نعمل زي ما بنعمل كل مره. اللعيب اللي محتاج يطلع عاره نطلعه عاره، اللي محتاج يكمل مع الفرقه ويلعب ياخد كده كل ماتش 10 دقائق ربع ساعه لو امكن، ماشي. اللعيب اللي مش محتاجينه خالص ومش هيلزمنا نطلعه، ندخله بقى في صفقه تبادليه نبيعه ونكسب فيه، ايا كان. انت شايف ان هو مش محتاجه، خلاص طلعه، بدل ما هو بياخد مكان وخلاص يعني. فانا اقصد ان انت النهارده لما تلعب الشباب دول، دي حاجه كويسه، دي مباراه وديه لازم تكسب منها حاجه. فانا النهارده لما لاعب الشباب دول هفرزهم واشوف بقى اللي انا محتاجه واللي انا مش محتاجه. طيب حاجه بقى النهارده بصراحه ربنا انا شايفها من اهم الحاجات اللي كانت في مباراه النهارده، ايه هي؟ ان الزمالك كان وحشنا قوي بجد. انا واحد من الناس الزمالك كان وحشني جدا بجد، وكل ما هو زمالك يعني انا كان وحشني الزمالك وكرة الزمالك ولعيبه الزمالك وجمهور الزمالك اللي دايما بيشرفنا في اي مكان.
جماهير الزمالك اللي موجوده في اي دوله، في اي حته بيروحها الزمالك لازم تلاقي جماهيره اللي هم مميزين، ودايما يبقى جمهور الزمالك مختلف. فزي ما بقول لك كده، صحيح المباراه وديه واحنا كمان خسرنا، لكن لازم يبقى عندك مكاسب من المباراه. فدي انا شايف ان دي اهم النقط اللي كانت موجوده في المباراه. سلام.